السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا شباب، انا كذا حد كلمني كان بخصوص الجزيرة، وكان كله محتار يعمل ايه في الجزيرة، وان هما محتاجين كل شوية حد يسأل طب انا عايز اعمل جزيرة، طب انا مش هعمل جزيرة عشان انا مش عارف اعملها، وبيسيب السلاحف عموما في المية كده من غير جزيرة. تمام. انا النهارده جايب لكم طريقه ان شاء الله هتبسطكم باذن الله، هتبقى سهله للكل وتقدروا تعملوها، مش مكلفه. هقول لكم التكاليف بتاعتها وايه، وانا بشرح لكم ايه المكونات. تمام. تعالوا معايا كده بقى اوريكم ايه اللي انا عملته. تمام. أنا دلوقتي نزلت اللي بتاع الازاز، خدت مقاسات الحوض، العرض بتاع الحوض، تمام، والطول اللي انا محتاجه في ان انا اعمل في الجزيره. ماشي. وطلبت منه ان هو يقص لي شرايح ازاز، شريحة زي دي وقدامها واحدة تانية وشريحة تالتة زي دي بعرض الحوض. ماشي. الشريحة دي مثلا يعني عملتها في حدود 20 سنتي بالعرض، وقدامها واحدة تانية هنا، تمام، وواحدة هنا، بقوا التلاتة كده عاملين زي رف. ماشي. زي كده اهو، دي واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، التلاتة دول كده بقوا عاملين شبه الرف. وجبت لهم لوح ازاز من فوق بنفس ايه الحجم بتاعهم عشان خاطر احطه، هوريهولكوا في اخر الفيديو يعني وانا بركبه ازاي اعمله عشان يطلع جزيرة. تمام. وبعدين رحت طلبت منه ان انا اعمل مقاسات بقى اقل شوية عشان خاطر اعمل السلم. بص، السلم عندي عملت شريحة ازاز هنا واحدة وقدامها واحدة، تمام. بص، هي متصلين بالجزيرة او في نفس السوا بتاعها يعني. بس كده حطيت هنا الازاز بالعرض، عرض الحوض، تمام. ده لوح بعرض الحوض. وبعدين جبت حتتين ازاز صغيرين زي سلم ولزقتهم، تمام، فوق الازاز. دي بتاع بلاستيك كده، الناس هتلاقيها عارفاه، بيتعمل فيه البيبان بتاعت الايه، بيبان العمارة والكلام ده، مش مهم يعني عموما. بس وعملته بميل زي كده اهو، يعني خدته من هنا كده بميل، الطلوع بتاعه على مستوى الجزيرة، يعني أول هنا والجزيرة اهي تتحط هنا، تمام. بص المنظر وهو نازل في المية بالمنظر ده. بس دول مكلفونيش، يعني الشريحة دي والشريحة اللي قصادها واللي قدامها والسلم وكل اللي أنا اشتريته كده، دول مكلفونيش في حدود 50 جنيه بإزازة سيليكون ب10 جنيه الصغيرة. فضيت المية لحد ربع مثلا لحد هنا، تمام، فضيت المية لحد هنا. وبعدين رحت جايب الحاجة وحاطط لزقت بقى الأربع اللي زي ما انتوا شايفين كده، دي وقصادها واحدة وواحدة هناك في عرض الحوض، والسلم زي ما انتوا شايفين، وسبته ينشف لحد ايه، تاني يوم 24 ساعة بس. وبعدين ثانية واحدة بقى اوريكم اللي انا الحتة اللي هما ايه تتركب عشان خاطر تبقى جزيرة كاملة. تمام. بص، ده كده لوح ازاز بنفس العرض اللي انا طلبته عشان خاطر لما يتحط فوق الرفوف ما يبقاش، تمام. ماشي اهو، بقى بحيث ان انتوا زي ما انتوا شايفين جامد جدا. والارتفاع دوت انا حاطط غطا برضو فوق واللمبة معاها عشان خاطر ما يطلعوش زي ما انتوا شايفين كده. بقى السلم اهو، وبعدين يطلع على الجزيرة زي ما انتوا شايفين بس. وده كله مكلفنيش 50 جنيه. نيجي بقى للناس اللي بتسأل عن أكل السلاحف. بص يا سيدي، السلاحف المفروض الأقل من سنة والأكبر من سنة. الأقل من سنة المفروض 50% و50%، وبعدين نبتدي نقلل، تمام. البروتين زي مثلا البيض المسلوق، كبدة، حتت صدور فراخ، مثلا عندنا دراي فود، عندنا في حاجة اسمها مولي وورم، دود مجفف، تمام. موجود مش موجود مش مهم، بس ده نسبة البروتين فيه بتبقى عالية. ماشي. وعندنا حاجة تانية زي
السمك والكاليماري والجمبري كل دوت بروتين، تقدر ان هما ايه تنوع فيه وتأكلهم منه. نيجي بقى للخضرة. الخضرة بتكون عبارة عن خس، سريز، جعضيد، ورق لفت، فاصوليا خضرة، بطاطا. دي كلها الخضروات اللي هي بتبقى مفضلة ليهم، والمفروض ان هي ديت اعلى نسبة اللي هما اللي هي مش ممنوعة يعني تتاكل عادي. ماشي. والجزر طبعا اساسي. وما ننساش طبعا السيبيا اللي هو عظم الصبيط، الكالسيوم اللي المفروض بيتغذوا بيه مع الاكل عشان خاطر ايه يمدد الصدفة بتاعتهم بالكالسيوم ويبقى الصحة كويسة. في الشتاء المفروض ان احنا نبقى مولعين السخان، لكن زي ما انتم شايفين انا سايبه ولكن طفيه. دلوقتي احنا في ناس بتشتكي جدا جدا بسبب ان السلاحف بتتعب بسرعة او السلحفة عندها ما بتاكلش او قطع. ده كله بيعتمد على الاهتمام بتاع واحد، التشميس، لان السلاحف لو ما تشمستش ما بيبقاش عندها ولا طاقة ولا عندها الحيوية ان هي تقدر تبقى سليمة، والصدفة بتلاقيها مع الوقت بدأت تطرى من المية وما بتبقى ناقصة ان هي تتشمس. تاني حاجة عندنا المية الناس كتير جدا بتغير المية يوميا او باستمرار وما بتلحقش ان هي تسيب لهم المية المفروض عشان خاطر ما تتعبهمش تبقى مية مركونة، وفي ناس بتكسل وبتقوم واخدة من الحنفية على طول، فده بيتعب السلاحف. حاجة تانية، انا دلوقتي المية اللي قدامكم دي تقريبا كده 5 شهور، 5 شهور ما اتغيرتش، بس زي ما انتوا شايفين من هنا نسبة المية ايه البحر بتاعها، بقللها مثلا لحد النص وبعدين ارجع ازود مية نضيفة مع الفلتر، بتقوم المية ترجع نضيفة زي ما كانت. وعندي النجيلة الصناعي ديت، النجيلة ديت بتقدر تحمي يعني تلم وساخة كتير جدا جدا تحتها، وبتخلي المية نضيفة مع الوقت ايه وانا بغير ربع المية ولا حاجة بقوم شادد بخرطوم الوساخة اللي تحتها بس، وبترجع المية نضيفة تاني اكن غسلت الحوض. يعني ده بقاله 5 شهور ما اتغسلش، ولكن زي ما انا قلتلكوا تغيير المية بس. واللي عنده حاجة او محتاج اي سؤال او محتاج اي حاجة في الجزيرة او في الموضوع او واقف قصاده حاجة يكلمني وانا عنيا ليه، او يبعتلي كومنت او اي حاجة وانا تحت امركم. تمام. بس يا رب اكون فدتكم بحاجة بسيطة، وان شاء الله كده اللي محتاج حاجة يكلمني، وانا باذن الله اي معلومات جديدة برضو هنزل لكم فيديوهات تانية عن التربية وعن حمام الجزر وحمام الاوميجا 3 والحاجات اللي بتعزز الصدفة عندهم وتخلي الصدفة كويسة وتخليها يعني مفيش فيها بكتيريا ولا الكلام ده. بس اشوفكم حلقة تانية ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله.